احنا جمهور الزمالك عمل ايه عشان يتمنع من دخول اللقاء؟ لا، في وجهه نظر ثانيه يا كابتن ميدو، اتفضل. بيقولوا ان في ناس بتخش في وسط او الجماعات بتخش في وسط الجمهور بيعملوا مشاكل وبيعملوا يعني حاجات وبيضربوا قناه. طيب اقول لحضرتك حاجه لو الكلام اللي انت بتقوله ان في ناس بتخش وبتعمل مشاكل وناس بتعمل قنابل والكلام ده كله، يبقى احنا كلنا نقعد في البيت، واقفل السينمات، واقفل المسارح، واقفل المولات، واقفل الهيئات الحكوميه، واقفل كل حاجه، وكلنا نقعد في البيت كده 5-6 شهور لغايه ما مصر ترجع تاني. الحل ايه من وجهه نظرك يا مين؟ الحل ان يبقى فيه عدل. النهارده جمهور النادي الاهلي التراس اهلاوي عملوا مشكله، كانوا هيقتلوا مجند، قبل كده حرقوا مقر اتحاد الكوره، قبل كده حرقوا نادي الضباط، قبل كده عملوا كل مره بتعاقب جمهور نادي الزمالك معاه. طب فين القضيه بتاعت حرق مقر اتحاد الكوره؟ فين القضيه؟ فين القضيه؟ مين اللي سمح لالتراس اهلاوي ان هم يحضروا 30 و40 الف بدل ما كانوا 10,000؟ مش الداخليه؟ صح يا جماعه؟ صح ولا لا؟ طيب الناس اللي بتتكلم وبتقول يجب انهاء ظاهره الالتراس والكلام ده كله، قولوا اللي انتوا عايزينه، ولو كنتوا عايزين تنهوا الظاهره دي كنتوا نهيتوها، صح ولا لا؟ لكن ما تجمعش جمهور مصر كله، جمهور نادي الزمالك حاسس بالظلم. مطلوب ايه؟ ما بحملش حد، انا بحمل النهارده في واقعه واثنين وثلاثه واربعه من جمهور التراس اهلاوي، والكلام ده انا ما فيش حاجه بيني وبين التراس اهلاوي، ما فيش حساب، في قضايا بتخش الادراج، نادي ضباط الشرطه بتاع النهري اللي قدام اتحاد الكوره بيتكسر وبيتحرق، وبعد كده القضيه بتتحفظ فين؟ في الدرج، وبعد كده بترجع تقول يجب الانهاء على ظاهره الالتراس. اللي بيتكلموا بصراحه بيتكلموا على كرامه الداخليه، الداخليه هي اللي هتجيب كرامتها لنفسها. مفتقد للجماهير النهارده؟ طبعا انا النهارده لو الجمهور معايا انا كنت هكسب 3-4 زي الماتش اللي فات، اللي خلاني اجيب الجون الثاني هو وجود الجمهور. انما انا بتكلم في الحق. جمهور النادي الاهلي الداخليه سمحت له، والنادي الاهلي طلب، بل الاتحاد الافريقي طلب ان بدل ما يخشوا 10,000 ويبقى ومأكد الكلام ده عشان تسمعوا الكلام اللي انا بقوله كويس جدا، الاتحاد الافريقي يطلب ان يدخل لجمهور النادي الاهلي في مباراه السوبر 30,000 بدل من 10,000. مال الاتحاد الافريقي ومال عدد الجمهور؟ صح ولا لا؟ صح؟ الاتحاد الافريقي يطلب والامن يوافق. والامن يوافق. لو كان الامن الموجود 10,000 مش 30,000 كان ايه اللي حصل؟ ما كانتش حصلت المشكله اللي حصلت دي. صح؟ طب النهارده كان في لغط. انا كلامي واضح وصريح. بتتم معاقبه جماهير مصر كلها من اجل عيون التراس اهلاوي. كلامي واضح. في مخالفات صارخه من التراس اهلاوي ووقائع ثابته بيتم التغاضي عنها لمصلحه مين؟ احنا ما نعرفش، لكن ما تجوش تعاقبوا جمهور مصر كله وبعد كده الناس قاعده في الاستوديو بتقول لك ان اصل احنا برضو الكلام ده انا مش عايزه، سببه ان يقول ان ميدو بيريد الاحتقان. احنا ما بنريدش الاحتقان، احنا بنريد العدل، عايزين العدل لجمهورنا. نادي الزمالك مش الحيطه المايله اي موقف بيحصل باجي على نادي الزمالك. نادي الزمالك اسمعني ثانيه واحده. طول ما انا موجود على راس الاداره الفنيه لنادي الزمالك، والمفروض مجلس الاداره المحترمين الموجودين، انتهى عصر ان نادي الزمالك هو الحيطه المايله اللي اي مشكله بتحصل بنيجي